مراته وبنته اتخلوا عنه بعد مرضه بمرض نادر. الفنان عمرو محمد: نفسي أرجع أشتغل وبنتي ما بتردش عليا وماليش حد غير ربنا. الفنان عمرو محمد علي اتصدر الترند بعد تصريحاته الأخيرة عن مرضه النادر ومعاناته بعد ما تخلت مراته وبنته عنه. ظهر الفنان عمرو محمد نجم مسلسل أرابيسك في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي بعد اختفاء دام 17 سنة. ظهر على كرسي متحرك وحكى فيه عن حياته اللي اتحولت 180 درجة بسبب مرضه وحزنه الشديد بسبب إن بنته ما بقتش بتسأل عليه. بدأ عمرو مسيرته الفنية وهو في سن صغير، وبلغت عدد أعماله الفنية أكتر من 70 عمل ما بين السينما والمسرح وأعمال إذاعية ودوبلاج، وليه أفلام قوية كلنا كنا بنحبها زي العذراء والعقرب ومستر كاراتيه وسارق الفرح. اختفى عمرو عن الشاشة بشكل مفاجئ سنة 2006 من غير أي مقدمات، وكانت آخر أعماله مسلسل حدائق الشيطان. حكى الفنان عمرو عن مرضه النادر وقال: كنت كويس وطبيعي جدا، لكن ربنا شاء إن يجيلي مرض بيصيب الأعصاب وبيخليني ما أقدرش أقف على رجلي، وعندي أمل في ربنا إن أقدر أتحرك بشكل طبيعي من تاني. وقال إن مراته اتخلت عنه بعد ما تعب وما وقفتش جنبه وطلبت الطلاق، لكن أكتر حاجة حزت في نفسيته هي بنته الوحيدة. بنتي جحدة، بيصعب عليا نفسي بسبب بنتي لأنها ما بتسألش عليا خالص وبتتجاهل 90% من مكالماتي ليها، مع إنها شايفة حالتي وإني ما بقومش من على الكرسي. بتجيلي يوم واحد في الشهر نص ساعة عشان تاخد بس مصاريفها مني وتمشي. قلت لها انتي جحدة وإن الدنيا دوارة وكما تدين تدان. قال إن برغم قسوة بنته إلا إنه متكفل بكل مصاريفها حتى بعد انفصاله عن والدتها، وهي لا تزال أحب الناس لقلبه وأمنيته تكون أحسن واحدة في العالم، وكل مشكلته معاها إن هي تسأل عليه بس. تابع الفنان عمرو محمد إن الأيام بينت له إن السند الحقيقي في الدنيا هم الإخوات، وإنهم من وقت مرضه ما سابوهوش ثواني وكل اللي بيطلبه بيلاقيه مجاب. وجه عمرو الرسالة للمخرجين والمنتجين طالبهم فيها بعودته للسينما من جديد بأدوار تتناسب مع حالته الصحية عشان يقدر يتكفل بمصاريف علاجه المكلفة.